لو انت مسافر وبتحجز تذكرة طيران، متأكد ان دي ارخص تذكرة؟ حجز تذاكر الطيران حاجة كلنا بنعملها عشان الشغل وعشان الدراسة وعشان السياحة وكمان العلاج والحج والعمرة. كلنا نفسنا ان احنا نحجز تذاكر طيران تكون اسعارها رخيصة جدا، وده بنقدر نوصله عن طريق مواقع النت اللي بتوفر لك البحث في شركات الطيران وفي عروضها والتذاكر بتاعتها. المواقع دي مواقع كتيرة جدا، لكن اكتر موقع سهل في استخدامه وكمان خدماته سهلة جدا بالنسبة للشرق الاوسط هو موقع سكاي سكانر. موقع سكاي سكانر لو احنا دخلناه، طبعا اللينك بتاعه موجود تحت الفيديو. في الواجهة بتاعته فوق على اليمين شعار بتاع دولة، اضغط عليه واختار البلد بتاعتك او الدولة بتاعتك، وتحتها تختار العملة. كل الدول موجودة وكل العملات كمان موجودة، وانت بتتعامل مع واجهة الموقع. اول اختيار موجود عندك وانت تحدد نوع الرحلة، هل هي رحلة اتجاه واحد ولا رحلة ذهاب وعودة. كمان انت ممكن تختار ان الرحلة بتاعتك تكون رحلة ما بين مدن متنوعة، وده فوق خالص. بعد كده هتبتدي ان انت تحدد الدولة اللي انت هتسافر منها، او تحدد المدينة اللي انت عاوز تسافر منها والمطار بتاعها. طبعا يفضل انت تحدد دولة فقط عشان يبقى فيه سماحية لو في عروض على مطار معين انك انت تعرفها. كمان بعد كده هتحدد مكان الوصول اللي انت عاوز تروحه، وده طبعا قدامك فيه 3 اختيارات: ان انت تحدد دولة زي ما قلنا، ان انت تحدد مدينة او مطار بعينه، واخر اختيار ان انت تسيبه فليكسبل. وطبعا الاختيار ده مناسب جدا للناس اللي بتسافر عشان السياحة وعاوزين يشوفوا ارخص وافضل رحلة سياحية. كمان تحتهم هتبتدي ان انت تختار التاريخ بتاع السفر بتاعك والتاريخ المحتمل للوصول. طبعا لو انت عاوز ارخص سعر هتبتدي ان انت تسيب سماحية شوية في تاريخ السفر او تاريخ الوصول، عشان لو في ايام حواليه في اسعار رخيصة تقدر تختار. لو انت مش مقيد بده وسفريتك مجرد انها للسياحة ترفيهية او هكذا، بالتالي ممكن تختار طول العام في السفر وطول العام في العودة، وبتبتدي تختار ما بين افضل العروض اللي موجودة عندك. الاختيار الاخير من تحت خالص هتحدد ان انت عاوز الرحلة بتاعتك تكون يا اما رحلة مباشرة بس او رحلة ترانزيت. الرحلات الترانزيت اللي هي الرحلات اللي فيها توقف، يعني انت مثلا تروح مكان معين هتقف فيه لعدد معين من الساعات وبعد كده تسافر تاني عشان تروح المكان اللي انت رايحه. مجرد ما بتضغط سيرش بيبتدي يرتب لك الرحلات اللي موجوده للمكان اللي انت عاوزه من المكان اللي انت مسافر منه، من الارخص لغايه الاغلى. طبعا انت بتشوف الرحله المناسبه ليك. الموقع فيه ميزه جميله جدا، ان البحث في اكتر من 1200 شركه طيران، يعني كل الشركات اللي انت محتمل ان انت تسافر عليها هتلاقيها قدامك على الموقع ده. كمان الموقع فيه ميزه تسجيل حساب ليك على الموقع، وبالتالي ان انت تقدر ترتب الامكانيات بتاعتك في السفر من غير ما تقلق. موقع سكاي سكانر بيوفر الخدمات بتاعته بشكل مجاني وبسيط جدا. كمان الموقع فيه خدمات تانية بس بصراحة احنا مجربناهاش او ما تعاملناش معاها، زي خدمات حجز الفندق وخدمات ايجار العربيات. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل بتاعتنا، وكمان تعمل شير للفيديوهات عشان الكل يستفيد. منتظرين الاراء بتاعتكم والاقتراحات في الكومنتس الموجودة تحت. اشوفكم على خير.